لماذا الكلب باسط ذراعيه في القرآن الكريم ولم يتقلب، بينما أهل الكهف تقلبوا يمينا وشمالا؟ أحد علماء الطب الألمان يقول: كنت مسافرا يوما وصادفني في المطار شابا قدم لي نسخة من القرآن المترجمة. شكرته ووضعت النسخة في جيبي على نية إلقائها في سلة المهملات. بعد أن يتوارى الشاب عني حتى لا أحرجه، نسى الطبيب النسخة في جيبه وصعد على الطائرة، وبسبب طول الرحلة والملل الذي يتخللها قال: أخرجت النسخة من جيبي عندما أحسست بوجودها، فتحتها فوقعت عيني على سورة الكهف، فبدأت أقرأ، ثم استوقفتني آيتين وهما: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يقول الطبيب أن تقليبهم وهم نائمون مفهوم من أجل أن لا تتقرح أجسامهم إذا بقوا نائمين على وضعية واحدة، ولكن ما فاجأ الطبيب قوله في الآية السابقة: عليها وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، بمعنى أن الشمس تدخل الكهف كل يوم، لكنها لا تأتي على أجسامهم مباشرة. يقول: هذا معروف في الطب حتى لا تحدث تقرحات السرير، يجب أن تكون الغرفة مهواة وتدخلها الشمس دون أن تكون مباشرة على الجسم. ثم عاد الطبيب للتفكير في الآية التالية، حيث يقول بأنه فعلا حتى لا يتقرح الجسم يجب أن يقلب النائم حتى لا يتعفن الجسم وتأكله الأرض. لكن ما أدهش الطبيب أن كلبهم لم يكن يقلب مثلهم، إنما باسط ذراعيه على وضعية واحدة لمدة طويلة جدا، ولم يتقرح جسمه ولم يتعفن. هذا الأمر دفع الطبيب إلى دراسة فسيولوجية الكلاب، وما أدهشه أكثر أنه وجد أن الكلاب تنفرد بوجود غدة تحت جلدها تفرز مادة تمنع تقرح الجلد ما دام في جسد الكلب حياة، لذلك لم يكن كلبهم يتقلب مثلهم. هذا الطبيب أسلم بسبب هذا الأمر الإعجازي. وما أدهشني أيها القارئ الكريم أن الطبيب من أول قراءة للسورة استوقفته أمور إعجازية ولم يمر عليها مرور الكرام كما نفعل نحن، وربما الكثير منا قرأ سورة الكهف آلاف المرات وأنا منهم، ولكن لم تستوقفه أمور إعجازية. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقرأ القرآن ونتدبره،